الخامسة من مهرجان الدار البيضاء المسرح الأمازيغي تنظم تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. هذه الدورة التي شهدت عدة عروض مسرحية وعدة أشغال أخرى من ندوات وورشات وعروض انفتحت على 6 قاعات بمدن الدار البيضاء والجديدة وسطات. واليوم نعيش لحظة الاختتام، بحيث أن المهرجان فضل إنهاء هذه الأمسية بتكريم الرائد عمر السيد، هذا الرجل الذي أعطى الكثير للفن المغربي. وإلى جانب أنه على مستوى الظاهرة الغيوانية، فهناك جانب خفي في فن وحياة السي عمر السيد، وهو أنه أعطى كذلك للدراما الأمازيغية وقدم فيلم بالأمازيغية وهو كبران حماد للمخرجة فاطمة بوكدي، وكذلك قبلها في التسعينات قدم ألبوم بالأمازيغية مع مجموعة عشاقا، وبالتالي فهو قد جمع ما بين الممارسة بالدارجة المغربية على مستوى الظاهرة الغيوانية أو على مستوى التلفزيون أو المسرح أو السينما، وكذلك على مستوى الأمازيغية. وبالنسبة لنا هذا تشريف للمهرجان، وكذلك ثقافة اعتراف منا لرموز الفن والثقافة بالمغرب. في الحقيقة كما كنعرفوا جميعا أن الجائحة ديال كوفيد 19 يعني أثرت ماشي على القطاع الفني فقط وإنما على جميع القطاعات، ولكن إلا جينا نشوفوا القطاع الفني هو تضرر بزاف سواء من ناحية يعني الناحية المعيشية ديال الفنان كجانب، ومن ناحية يعني الأنشطة الفنية يعني في البلاد يعني خصوصا المسرح. وحاولنا يعني رغم أن باقى يعني التأثير ديال هذه الجائحة هذه، حاولنا أننا ننظموا هذه الدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي، ونعاودوا نحطوا التران على السكة. والحمد لله يعني كما تبعتم يعني لقت نجاح كبير الحمد لله، وجاو الناس والأمور كلها دازت بخير وعلى خير والحمد لله. اليوم راه كنعيشوا يعني الاختتام ديال هذه الدورة اللي تنظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وانطلاقا من شعار الدورة الثقافة الأمازيغية أصالة وتجديد. يعني الدورة الخامسة عرفت تنوعا فنيا يعني طابق متنوع، باش الا سمعنا مثلا كنسمعوا المسرح الامازيغي، المسرح الدار البيضاء مهرجان الدار البيضاء للمسرح الامازيغي، يعني ما اقتصرش فقط على الاعمال اللي هي امازيغيه، وانما يعني طابق متنوع كما قلت لك. يعني كاين الاعمال اللي كتتكلم بالدارجه ولا باللغه العربيه ولا باللغه الحسانيه. يعني استقطبنا يعني عروض مسرحيه من الصحراء المغربيه بالضبط من مدينه كلميم، والحمد لله يعني العروض كلها دازت بسلام ويعني ولقات استحسان الجمهور. وكنضربوا موعد ان شاء الله يعني الدوره السادسه اللي غتنظم في السنه الماجيه ان شاء الله، وكنتمنوا ان الظروف تكون سانحه ويزول التاثير ديال هذه الجائحه هذه. ونتمنوا من المجالس يعني مجالس المنتخبه وخصوصا مجلس مدينه الدار البيضاء ومجلس جهه الدار البيضاء الكبرى وولايه الدار البيضاء ومجلس العماله ان يلتحقوا بالداعمين في الدوره المقبله ان شاء الله.